هلا يا هلا يا هلا، بحالة استنفار. حاجة تخوف. حضرتك الزعيم؟ نعم، أنا مصطفى دعسان. مين اللي معك بس مصطفى بليز؟ ابني رمزي وابني مهند. أولاده. والله ولا مرة انكسرت ايدك، ولا مرة حدا صار معه مشكلة، ولا 950 عرض ما اجوا مجاني. تكسرت 14 مرة، بس دخلت موسوعة جينيس 3 مرات. حضرتك بتشتغل ايه بقى المهم الشغل؟ أنا مدرب تايكواندو مع ولاد مدربين برضه يكونوا. طب خلينا نتفرج يلا. نتفرج؟ نتفرج. ما شاء الله تبارك الله. ما فينا شو ما فينا شو. يتأكدوا من الصلاحية. تعذيب رسمي. بطل 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 حقيقة بطل. أنا أتمنى العرض اللي جاي إن شاء الله إذا أعطتوني فرصة بدي أبني هون بيت بالطوب مقصور، سارة عليه سقف، خلينا نشوف لجنة الحكم شو بتقرر، لنشوف إذا رح تشارك مرة تانية. عمرو، انت عارف انا اكتر حاجة عجباني في العرض ده ايه؟ حب ولادك ليك واحترامهم ليك وتقديرهم ليك. علي، يعني أنا هيك مشوش بهالموضوع. اكيد. يعني بفضل يحبوا الناس أهلهم بغير هالطريقة الخبيث واللبيط. يعني شنيور. أنا بس هيدي بحترم بطولة كيف يعني. بحبوا بيهم، بس إنه عم يعرضوا له حياته للخطر كل لحظة. هو بده هيك. صار مكسر حاله 15 مرة. يعني مين بكون ثالثة فلتة بكرة يعني أنا ما هالقد. طيب شو رأيك عم؟ انا اكيد احب ان انتوا تكملوا معانا واشوف البيت وهو بيتهد. علي، أنا رأيي لا. رأيك لا. أنا بقول إنه حماسك وقلبك الكبير هيدا لازم نشوفه مرة تاني، وأكيد نعم. انا ماشي يا راجل، عايز تحرمنا بالكلام ده يا راجل. عايز تحرمنا بالكلام ده. حرام عليك. معقول انت خفت من الهيئة؟ حاسس انه حماس